أهلا بيكم. في أوقات بنحس ألم من النوع اللي مفيش أي كلام ممكن يوصفه، وجع بيسيب علامات جوه الروح والذاكرة وما بتتمحيش. النهاردة هنتكلم عن واحد من أصعب أنواع الألم دي، ألم الفراق. عشان نفهم عمق الإحساس ده، خلونا نبدأ قصة عن زوجة طلبت من جوزها اللي كان خلاص قرر يطلقها طلب غريب قوي. قالت له شيلني كل يوم لمدة شهر كامل زي ما شلتني يوم فرحنا بالظبط. وبدأ الزوج فعلا ينفذ الطلب، ومع كل يوم بيشيلها فيه كان بيفتكر حاجات كان نسيها تماما، حبهم القديم، تفاصيلهم، وشاف الفرحة اللي كانت بتترسم على وش بنتهم وهي بتشوفهم كده. في آخر يوم في الشهر كان قراره اتغير 180 درجة. قرر إنه مستحيل يسيبها، لكن للأسف اكتشف الحقيقة المرة. اكتشف إنها كانت مريضة بالسرطان وماتت، وإنه كل اللي كانت عايزاه هو إنها تسيب لبنتهم ذكرى أخيرة وحلوة عن حب أبوها وأمها. القصة دي رغم إنها عن زوجين، لكنها بتلم وتر حساس قوي عندنا، وهو قد إيه الفقد موجع، وخصوصا لما بيكون فقدان أب أو أم. وهو ده السؤال المهم بقى، ليه لما بنفقد حد غالي وبالذات لو كان أب أو أم بنحس بوجع حقيقي، وجع في جسمنا كأن حتة مننا اتقطعت حرفيا؟ إيه اللي بيحصل جوه مخنا يخلي الوجع النفسي ده يتحول لألم جسدي بالشكل ده؟ طيب عشان نفهم محتاجين نبص على الموضوع من زاوية علمية شوية. الحكاية كلها كيمياء. المخ يا جماعة بيتعامل مع الحب زي ما بيتعامل مع الإدمان بالظبط. لما بنكون مع الناس اللي بنحبهم أهلنا يعني، المخ بيفرز مادة اسمها الدوبامين. الدوبامين ده هو نفس المادة اللي بتطلع مع إدمان حاجات زي الكوكايين، وهو اللي بيدينا إحساس رهيب بالسعادة والمكافأة. والأعرب من كده هو اللي اكتشفته عالمة الأنثروبولوجيا هيلين فيشر. دي عملت تجارب بأشعة الرنين المغناطيسي على ناس لسه خارجين من تجربة فراق صعبة، ولقت حاجة مذهلة. لما عرضت عليهم صور الناس اللي سابوهم، المناطق اللي نورت في مخهم كانت هي نفس المناطق اللي بتنور لما بنحس بألم جسدي حقيقي. يعني وجع الفراق في المخ هو وجع السنان مثلا، بس الفرق إن وجع السنان يومين وبيروح، إنما وجع القلب ده ممكن يعيش معانا شهور وسنين. الموضوع مش بسيط خالص، لدرجة إن في المراحل الأولى للفقد زي بعد وفاة أب أو أم لا قدر الله، الشخص ممكن يقضي حوالي 85% من وقته وهو صاحي بيفكر في الشخص اللي فقدوه. متخيلين الرقم؟ ده مش مجرد حزن، دي أعراض انسحاب حقيقية، زي اللي بتحصل للمدمن اللي بيبطل المخدر اللي جسمه اتعود عليه. بالظبط كده. الموضوع مش بس كيمياء في المخ، من الناحية النفسية الأب أو الأم بيبقوا عاملين زي المرساة العاطفية في حياتنا، هم الأساس اللي بنبني عليه كل حاجة. فلما المرساة دي فجأة بتختفي، إحنا مش بس بنفقد شخص، إحنا بنفقد جزء من تكويننا، جزء من هويتنا. بنحس فجأة إننا بقينا لوحدنا في وش الدنيا، والمشاعر وقتها بتبقى أكبر من أي وصف. الناس اللي مرت بالتجربة دي حاولت توصفها بكلمات زي القاتل الصامت أو الجرح اللي مش بيلم. الدنيا بتفقد ألوانها وملامحها وصوتها، كل اللي بنبقى سامعينه هو صدى صوتهم بيرن في ودنا، وكل اللي بنشوفه هو ملامح وشوشهم اللي مش بتفارق خيالنا، إحساس بالفراغ والضلمة. علمياً بقى المخ نفسه بيمر بمرحلتين عشان يتعامل مع الصدمة دي. المرحلة الأولى اسمها الاحتجاج. في المرحلة دي المخ بيغرق نفسه بالدوبامين، كأنه بيعمل محاولة أخيرة يائسة عشان يرجع اللي ضاع. وده اللي بيفسر حالة الأرق والعصبية والتصرفات الغريبة اللي بنمر بيها في الأول. سارة، وبعد ما المرحلة دي بتخلص بتيجي المرحلة التانية وهي الأصعب، مرحلة التسليم. هنا الدوبامين بيقل جدا في المخ، فبنحس بخمول وفتور وحزن عميق وأعراض شبه الاكتئاب. هنا العقل بيبدأ يستوعب إن اللي راح خلاص مش هيرجع. ويمكن أكتر حاجة بتوجع أكتر من الفراق نفسه هو الإحساس اللي بيجي معاه، إحساس الندم. الشعور ده قادر يضاعف الألم مرات ومرات. الندم ده فخ كبير قوي. الندم على كل مرة قلنا فيها هبقى أزورهم بعدين أو هكلمهم بكرة. الندم إننا مستمتعناش بوجودهم كفاية أو مستفدناش من حنيتهم ودعواتهم. والندم الأكبر بقى هو فكرة إنهم ممكن يكونوا سابوا الدنيا وهم زعلانين مننا في حاجة أو مشتاقين لينا. ده إحساس مدمر. لكن يمكن في زاوية تانية للموضوع ممكن تريحنا شوية. الفيلسوف الفرنسي بول فيريليو قال جملة عميقة قوي: أن تخترع السفينة هو أن تخترع حطامها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة، طالما اخترت تركب سفينة الحب والتعلق، لازم تبقى عارف إن في احتمال إن السفينة دي تغرق في يوم من الأيام. الألم هو ضريبة الحب، مفيش حد بينجو من مرارة الفقد. والحاجة المهمة اللي لازم نستوعبها إن العلاقة مع الناس اللي بنحبهم مش بتخلص لما بيرحلوا، هي ما بتختفيش، لأ، هي بتتحول لعلاقة جديدة قايمة على الذكرى والدروس اللي سابوها لنا والحب اللي بيفضل عايش جوانا. قيمتهم الحقيقية مش في غيابهم مؤلم، لكن في الأثر الحلو اللي سابوه فينا. في جملة جميلة قوي بتقول
إن خيوط الذكريات والشوق دي رغم إنها بتوجعنا دلوقتي، لكن يوما ما سنصنع وشاحا منها لتدفئة هذه الوحشة. يعني الألم ده نفسه مع الوقت ممكن يتحول لمصدر قوة ودفء لما نتعلم إزاي نعيش بالذكرى الحلوة ونتعلم منها. وهنا بنسيبكم مع سؤال مهم نفكر فيه كلنا. إزاي نقدر نحول الوجع ده لحاجة إيجابية؟ إزاي نخلي ذكرى أهلنا وحبايبنا اللي فرقونا مش مجرد ماضي بنعيط عليه، لكن نخليها جزء حي من مستقبلنا يدينا قوة ومعنى؟ يمكن الإجابة بتبدأ بإننا نعيش بالقيم الحلوة اللي هم علموها لنا. شكرا ليكم.